صحيح. اتصلت مع اعلامي علي نوري، يعني نعم. اول شيء الكلام ما انكر صراحه، وثاني شيء يمكن تعرفون الظروف في الاتحاد العراقي من زمان. يمكن هاي الفتره انا ما احكي على نفسي، انا حتى لو اسمي كان موجود مع المنتخب ما كان مثل المنتخب العراقي في هيك ظروف، يعني في هيك وقت او حكيم شاكر اول شيء. انا الانسان ما عندي شيء، بس هذا من رايي، يعني هذا من رايي. يمكن هو وغير مدرب بكره يقولوا والله نحن مثلا ما نحب هذا اللاعب، يعني كل واحد قرار. الرجال ما عندي شيء، بس هذا كلامي انا حكيته، يعني الكلام على كابتن حكيم. اول ما طلع اخذ رابع العالم، يصرح بعض القنوات على جيل 2004 في اولمبياد اثينا. هذا الانجاز ما احترف به، واني نجوميتي اكثر من عمو بابا او طغى من اكثر مره. نحن ما ردينا عليه، لان مو كل واحد يجي فوق منتخب العراقي يطلع نفسه يقول والله انا وطني وانا مو وطني. كلهم يعرفون شو فلان منو وعلان منو. وبالوضع الاتحاد هم يخلون تشكيله، هم يخلون اسامي، وبعض الناس الموجودين هم يعرفون نفسهم، هم يطلعون لاعب ويجيبون لاعب. خابرون فلان طلعوا فلان لاعب، خابروا واحد فلان خلوا فلان لاعب، خلي يجون وخلي يواجهون هوار من محمد واحد من رئيس الاتحاد واي واحد، واني حاضر. طيب كابتن هوار، يونس محمود غير عن تعريف. يونس محمود اعز صديق لي. نعم. يونس محمود تصفيات حتى وضح للشارع. يونس ما حاجه يونس اسم كبير، يونس خدم الكره العراقيه، بس يونس محمود في اصعب الظروف يونس محمود عاف منتخب العراقي قبل مباراتين في تصفيات كاس العالم. قال اني ما اقدر استمر مع المنتخب العراقي، وناجي حمود قال هذا اللاعب طلعوه خليه يروح شي الغرضه ويطلع، وهذا ناجح اذا يسمع خلي يسمعني كل زين. نعم. ناجي حمود. وبعدين طلع وما سافر لاستراليا. يونس محمود اعلن اعتزاله في كل القنوات، ما لعب كره قدم بعد. قبل يومين حكيم شاكر يطلع على التلفزيون، يونس محمود غصبا عليك ترجع للمنتخب. ليش كل واحد على فوق اسم العراق وعلى منتخب العراق اكبر من كل؟ مو كل واحد يقول اني وطني والله، حتى يجيب والله انا جبت يونس محمود غير تعريف. يونس اكيد، بس يونس صار له اكثر من 3 اشهر مبطل كرة القدم. يا شارع العراقي خلي يسمعوني جمهور يونس او جمهور المنتخب العراقي، خلي يسمعون. هذا اني الحق اقوله، لو اكبر واحد اشوف غلط، لان اني مو على مود شيء، اني لمصلحه الكره العراقيه. لو غير واحد ليش ما حكيت على قصي منير؟ ليش ما حكيت على كرار جاسم؟ قدموا عليهم في انديتهم مستواهم، ما احكي على نفسي. يعرفون شنو هو تاثيره في نادي اربيل في هذا الموسم. حصلنا على ثاني واخر مباراه انحسمت الدوري. ليش؟ هوار ما خدم الكره العراقيه. يعني انت زعلان لان ما دعوك للمنتخب؟ كابتن هوار، انت زعلان لان ما دعوك للمنتخب؟ لا بالعكس، لا والله الله يشهد، بس المجاملات عيب. انا خيري وشهرتي وفلوسي من وراء العراق، من وراء منتخب العراق، وهذا ما انكر. شرفي لي من لبس الدرس العراق، بس كلهم يعرفون شنو غيرة خوار كهذا البلد وكهذا المنتخب. بس مو يجون على مجاملات والله حتى يسكت العالم. انا سحبت يونس محمود ما احكي عليه. يونس محمود لاعب جيد، لاعب خدم العراق، لاعب خلوق، بس في هيك ظروف اكثر من 3 اشهر وعاف المنتخب في اصعب ظروفه، وفي في 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 تصفيات كاس العالم، وراح للاتحاد وطب للاتحاد وفي الفندق قال انا ما اقدر امثل المنتخب العراقي بعد، خلاص ما اقدر انطيه. وهسه حاليا اول واحد والله دعوه يونس محمود موجوده، والكابتن حكيم شاكر حتى يقول والله انا جبت يونس حتى يصير له رصيد مع جمهور بالعراق، حتى والله يقولون زين نحن صاحبين. كابتن هوار في هاي المرحله. كابتن هوار، كابتن حكيم يقول لك انا مدرب وحر باختيار ادوات اللي اشوفها الاصلح، انا ادعي لي المنتخب ممكن يخدمني بالمباراه القادمه. اوكي على عيني وعلى راسي. لعد وين دور الاتحاد العراقي؟ مو ضرب المنتخب العراقي
حشاكم بالحذاء ضربوا منتخب العراق بشلاق وطلع دار ظهره وطلع، وهسه يدعون اول واحد ناجي حمود قال خليه يطلع من غرفه، قال لا شوفوني خليه يطلع، وهسه يقول موجود. يا اخ حيدر، نعم ليش هاي المجاملات يا اخويا؟ زين، انت في وقتك صارت تدخلات من قبل الاتحاد في فرض اسماء وتشكيله، يعني الان تقول الاتحاد هو اللي يخلي تشكيله المنتخب وهو يتحكم بفلان لاعب يكون موجود وفلان لاعب ما موجود. صارت في وقتكم؟ وقت زيكو، وقت ستكا، وقت المدرب الحالي راح، كلها هم يخلون بيدهم، الله وكيلك ومحمد كفيلك. بيدهم يخلون التشكيله الاتحاد. هم بيدهم خلي يجي من كريم عبد الكريم ناعم وشليده، طالع يحكي على الهواء حتى يسمعوني، مدرب كوتش عبد الكريم ناعم. يعني السيد عبد الكريم ناعم الاتحاد هو اللي يخليه، هو يفرضه. هو بكيف هو واستاذ ناجح هم بكيفهم يخلون يجيبون مدرب يابا واحده اثنين ثلاثه، يعجبك يابا ما يعجبك شيل شوالتك واطلع. ما اريد اكشف اسرار واكثر لان هذا مو من مسوي، بس الحق ما ينسكت عليه. لا هي بعد انكشفت يعني اغلب الاسرار يعني، وهذا حقيقه كلامك خطير. حقيقه خليه يجي يواجهوني واحد، انا مستعد وين ما يريدوني اواجههم، لو ابعد مكان بالعالم انا حاضر. لكن كابتن حكيم انا بالنسبه لي ما سمعته يعني في يوم من الايام يعني تكلم على انجاز اثينا وقال انا اكثر شهره من عمو بابا وغيره من هذه الامور، انت سمعته؟ اكيد سمعته، وبعض الناس ولاعبين كبار جاوبوا مكانه، يمكن اذا هو خاف ما موجود بالعراق كان لاعبين اسامي اتصلنا مع بعض. يعني انا عراقي اروح احكي على انجاز والله فلان ليش انجازه ما يسوى، ليش؟ يعني ليش كل واحد يريد مصلحته؟ ليش؟ انا مطلع انجاز والله يقول انا ما اعترف بانجاز فلان، او انجاز يسوي فلان يقول والله اوه شنو هذا الانجاز؟ يعني هاي ثقافه، يعني كل واحد يقول والله فوق اسم عراقي يقول والله انا غيرت للبلد. عموما انا اشكرك كابتن هوار، واكيد راح ننتظرك في حلقه بالصوت والصوره تكون ويانا في برنامج استوديو الملاعب، والحديث بشكل موسع عن كثير من المواضيع والخفايا اللي انت عاصرت اكثر من جيل ومنذ فتره طويله جدا، وعاصرت كثير من المدربين ومر عليك الاتحاد السابق والاتحاد الحالي هذا الحقيقه دا اقول اني على لساني. نعم. لا اكيد هاي شجاعه، يعني انت الان ما نكرت ولا كلام ولا كلمه من اللي قلته. ما انكر، ليش انكر؟ شكرا جزيلا كابتن هوار، وننتظرك في حلقه مثل ما توعدنا. شكرا جزيلا كابتن هوار ملا محمد نجم المنتخب.